السلام عليكم، أهلا حبايبي. النهاردة هنعمل معاكم العيش السوري خطوة بخطوة وبطريقة سهلة وبمكونات بسيطة وعجينة طرية جدا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد. ويلا نشوف الطريقة. معانا نص كيلو دقيق ونص معلقة صغيرة ملح وأربع معالق كبار زيت. وهنبدأ نعجن بمية من الحنفية عادية ونقلب كده بالمعلقة، نحط شوية بشوية. وأول لما يبدأ يلم معانا هنبدأ نعجن بإيدينا بالشكل ده، ونحط مية لغاية لما العجينة تتماسك معانا. هنكمل عجن وهرجع لكم تاني. وبكده نكون خلصنا عجن. هنسيبها ترتاح ربع ساعة وهنغطيها وهنروح نعمل الطومية. معانا كوباية مية كبيرة هنحط عليها معلقتين كبار من النشا، وهنبدأ نقلبه على البارد لغاية لما النشا تدوب خالص، وهنرفعهم على النار وهنفضل نقلب فيها لغاية لما نوصل للقوام المناسب، وهنرجع لكم تاني نوريكم شكلها. وبكده تكون بدأت تلف معانا بالشكل ده. نفضل نقلب فيها باستمرار لغاية لما نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. هنضيف عليها وهنحطها في طبق ونسيبها تبرد. هنجيب الخلاط وهنحط فيه كوباية كبيرة من الزبادي وربع كوباية زيت ومعلقة كبيرة من التوم ومعلقتين كبار خل ونص ليمونة ونص معلقة من الملح. وهنضرب ده كله وهنحط عليه الخليط بتاعنا بعد ما برد بالطريقة دي، وهنضربه كويس جدا وهنرجع لكم تاني. وبكده نكون خلصنا الطومية بتاعتنا. هنسيبها في التلاجة عشان تبرد وتتماسك، وهنروح نشكل العجينة بتاعتنا بعد ما ارتاحت شكل الطومية. وبعد ما العجينة ارتاحت هنقطعها على شكل كور صغيرة بالشكل ده متساوية. لو عندك ميزان قطعيها بحيث توصل ل60 جرام، وهنقطعهم كلهم بالشكل ده. وعملت معانا 15 واحدة. هنسيبها ترتاح 10 دقايق وهنرجع نفردها. وبعد ما العجينة ارتاحت هنبدأ ناخد واحدة واحدة ونفردها، ونحط تحتها دقيق وفوقها دقيق وهنفردها بالشكل ده. وهنعمل كله بالطريقة دي. لسه محطش لايك ينزل يحط لايك. وبكده نكون خلصنا كل الكمية بتاعتنا. تاني حاجة هنعملها هنجيب 4 معالق كبار من الزيت سخنين، هنحط فيهم معلقتين كبار من الدقيق وهنقلبهم كويس لغاية لما نوصل لقوام مهوش تقيل قوي. وهنجيب عجينة من اللي احنا فردناها وهنحط عليها الزيت في الدقيق وهنفرد كويس عليها. وهنجيب واحدة تانية هنحطها عليها. بين كل طبقة والتانية تحط زيت، عايزة تحط 2 3 فوق بعض اللي انت عايزاه. ونبدأ نفرد بالنشا. وبكده نكون فردتها خالص كده، سمكها ما يكونش رفيع قوي، وسط. وهنحطها دلوقتي على النار وتكون النار هادية. جبت صينية وقلبتها على ظهرها وحطيتها عليها، وأول لما تبدأ تدخن كده وهنقلبها على الجهاد شوية والجهاد شوية. بدأت تتحش معانا اهي الشكل ده، ان شاء الله طرية جدا. لسه ما اشتركش في القناة اشترك في القناة. كده نكون خلصنا كل الكمية بتاعتنا. هنبدأ دلوقتي نحشيها. هنحط الطومية نفردها الأول الشكل ده، وبطاطس محمرة نحطها بالشكل ده، وجبنة رومي
وخيار مخلل. ممكن تحشيها اي حشو انت تحبيه عادي، مش لازم الحشوة اللي انا عاملاها، ممكن تحط اي نوع جبنة بتحبيه. وبكده نكون خلصنا حشو العيش بتاعنا، هنقليه وتكون النار هادية ويكون اللحوق مدهون زيت، وهنحط على الجهة اللي احنا قافلينه منها، واول لما يحمر من تحت هنقلبه على الجهة التانية وهنطلعه اول لما ياخد لون دايما. ولو مش عايزة تستخدمي كل الكمية ممكن تحتفظي بيه في الفريزر. وبكده نكون خلصنا العيش السوري بتاعنا. اتمنى اللي هو يعجبكم وجربوه وقولوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان نعمل لكم فيديوهات جميلة وجديدة على قناة مطبخ مريم. وسلام.